السلام عليكم غالياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير مع هذه العطله. قولوا لي كيفاش راكم، واش راكم دايرين فيها؟ المهم اليوم جبت لكم كاطو غير بزوج حبات بيض بالزيت ماشي بالزبده. البنات كاين بزاف اللي ما يحبوش الزبده. ونقول لكم هذا الكاطو ليكم بنين مبسس جاي هايل، ويقطع لك كميه كبيره. ولكن قبل البنات روحوا جمجموا لي البنات، خلوا لي هذاك الجام ومن بعد كملي الفيديو فضلا وليس امرا. عندنا جوج حبات بيض بدرجه حراره المطبخ كيما راكم تشوفوا لهنايا. ومن بعد عندنا زيت، كاس زيت ناقص شويه، وعندنا سكر ناقص كيما راكم تشوفوا لهنايا. مبدئيا نحطوا هذوك زوج حبات تاع البيض، نجبدوهم دائما من قبل كيما دائما نقول لكم، تجبديه من قبل. وجدي الاناء تاعك، وجدي كامل يعني المواد اللي راكي حتخدمي بهم، وحطيهم فوق البوطاجي هكذا باش تسهل عليك الخدمه وتحضريه في وقفه. كيما راكم تشوفوا لهنايا خلطت بالفوي، يعني تقدري تخلطي بالفوي، ولكن كنت مزروبه وحبيت نكمل تمتم وليت خدمت بالباتور. كيما راكم تشوفوا نحطوا الزيت دفعات، يعني غير بالعقل حنا كامل. واش حبينا هذاك السكر البنات نجربوا كيفاش ندوبو، سواء بالفوي غير بيدك خلطي مليح، ولا بالباتور يعني حتى يتخلط لك والسكر يذوب لك. يعني حنا ما نحتاجوش حتى يطلع لنا مليح كيما الجينواز، ولا يعني شويه برك. هنا البنات عندنا كاس تاع المايزينا، عندنا كيس خميره الحليب، نغربلوهم مع المايزينا كيما راكم تشوفوا. هنا المايزينا تعرفوها الطاير لانه خفيفه بالبزاف، صافي غير بالعقل برك. المهم نخلطوا هذا الكاس الاول، ومن بعد نبداو نزيدوا في الفرينه دفعات البنات. العجينه سهله وتجيكم ما شاء الله، بما انه يعني بالزيت راح تجيكم هشيشه. انا شخصيا تعجبني بالبزاف وتجي بنينه، بنتها تاع زمان، بنتها مخالفه يعني ما شاء الله. هنا حطيت مبشور حبه تاع الليمون، ولا تحبي ديري لافاني مع الليمون، راح يعطيك واحد البنه ما شاء الله، يعني بنه هايله. نخلطوا غير بالعقل برك هكا، ما نعجنوش البنات، يعني نجربوا كيفاش نطموا العجينه. والقهوه نتاعها يعني كيما العجينه تاع الطابع ولا العجينه تاع الصابلي، دائما يعني ما نجمدوهاش مليح، ولا يعني نخلوها يعني نطموها برك البنات. هذا ما كان كيما راكم تشوفوا لهنايا. يعني نزيد الفاينه دفعات حتى نلقاها كامل انطمت لي، نحطها في جهه ونوجد هذاك المول اللي بزاف هايل يا البنات. كملوا العجينه تاعنا نطموها، ومن بعد نوري لكم الخدمه كيفاش. البنات بزاف هايله، مام هذه لاباط تقدري تخدمي بها يعني شحال من حلوه. هنا شوفوا القوام اللي تحصلت عليه البنات، يعني ما تتلاصق، ما يعني سهله بالبزاف. واذا جاتكم يعني لصقت لكم تقدري ديري شويه تاع الزيت برك في يديك. هذا ما كان. هذا هو المول البنات، راهو يدير 6000 يعني. تقدروا كامل تشروه. اذا ما قدرتيش حنوري لك واحد الطريقه. المهم صح دائما نقول لكم في لاباط هي صح تقدري ديريها يعني تشكليها كيما تحبي وتجيك ما شاء الله، وتحضريها عفوا لقهوة العصر. يعني ما شاء الله نشكليهم كامل وجديهم كامل كمبتدئة باش تجيك سهلة الخدمة وتقدري تخدميها كامل. هنا القيس تاعهم من 25 حتى 30. إذا ما كانش عندك ميزان تقدري عينك هي ميزانك كيما درتهم أنا كامل، يعني وجاو ما شاء الله كامل قيس واحد. والحاجة اللي مليحة في هذه لاباط ولا في المول هذا، يعني الشكل يقعد هو ما تطلعش معاكم، ولا هذوك الخطوط ما يبانوش ولا. المهم هنا بعد ما شكلتهم حطيت بابي كويسون، ما عندكش تقدري ديري غير الفرينه برك وجديهم كامل. كنصيحه ديري شويه تاع الفرينه من الفوق باش كي تحطي المول تاعك يخرج لك تمتم. وتاني كل ما تجي تطبعيه به حبه دخليه في الفرينه هكا وحطيه، وساعه ما تدخليه في الفرينه الحلوه تاعك راهي تطلع معاك. يعني باش ما تطلع لكش يعني ايفيتيو كامل، نديرو شويه تاع الفرينه فوق الحلوه تاعنا وما تخافوهاش، لانه هذيك القطرات تاع الفرينه راهي رايحه تشربهم كيما راكم تشوفوا لهنايا. يعني سهله بالبزاف. انا هنا البنات خليتها هكاك، يعني ما لصقتش وحده مع وحده لانه الحبه كبيره ما شاء الله. ما حبيتش يعني نديرهم زوج متلاصقين. وانتم لكم الاختيار، تحبي تلصقيها بالمعجون ولا ديرها شوكولاته ولا، لكن الاختيار يعني كيما تحبي. انا فضلت نخليها هكا يعني القهوه العصر ولا للاطفال ولا، اكيد راهي رايحه تعجبهم. هنا بعد ما كملتهم نوريلكم الطريقه اللي ما عندهاش المول وحبت تطيبها البنات. هذه كانت تخدمها امي ربي يحفظها، يعني سهله ويعني ما شاء الله وتجيكم هايله. ديروا غير بالموس هكا برك خطوط، يعني كيما راكم تشوفوا كنت حضرتها معكم من قبل وجات ما شاء الله. تقدري كيما راهي هكا تزيدي تدخليها في السكر وتدخليها طيب تجيك ما شاء الله هكا. باش اللي تحب تحضرها وما يكونش عندها المول تقدري ديري هذيك الفكره. هذه هي. انا بعد ما طابوا درجه الحراره 180 يطيبوا من تحت برك البنات. شوفوا تحبوا تلصقوهم راح يجوا شابين، تحبوا تخلوهم هكا تاني راهم ملاح، لكم الاختيار. وشوفوا
وشوفوا نتوما كيفاش تحبوا. جاو شابين، جات وريدة هايلة ما شاء الله. أنا حبيت ندير لها هذا التزيين البسيط كيما راكم تشوفوا شوكولاتة، على بالي بلي دراري كامل يحبوا الشوكولاتة. درت غير خطوط هاكا تجربوا كيفاش تدخلوهم مليح هادوك الخطوط، راح تجيكم يعني ساهلة بالبزاف وتجي شابة، وكيما قلت لكم الحاجة المليحة تقطع كمية كبيرة وغير بزوج حبات بيض، هذا ما كان. نكملوهم كامل ونزيدو نشوفوهم في صحن التقديم، إن شاء الله يعجبوكم. جربوا الوصفة، بعثوا لي تطبيقاتكم كي تكملوا كامل، يعني ديروا الشوكولاتة هاكا، جربوا كيفاش يعني تخبطوها غير شوية برك باش تتعدل هذيك اللي في الوسط وتجيكم كامل شكل واحد. نتمنى من قلبي وصفتي لي نهار اليوم، وأي وحدة لحقت لهنا نقول لك ما تنسينيش بالدعم والاشتراك في القناة هاكا باش كامل يلحقكم الفيديوهات اللي راني نحطهم. يعني بزاف اخوات ما يبعثوا لي يقولوا لي مام مشي لحقنا الاشعار، نقول لكم نحوا الاشعار هذاك، نحوا المتابعه وعاودوا ديروها فقط. راني رايحه نرجع نلحق لكم ويلحق لكم كامل جديد عفوا. كيما راكم تشوفوا تخبطوها هكا وتحطوها، يعني جات شابه، جات ما شاء الله. كيما قلت لكم تزيين دائما اختياري ولكم الاختيار. هذه هي البنات، يعني نكملهم كامل ونوريهم لكم كامل. نقسم معاكم حبة هكا باش تشوفوها يعني من الداخل كيفاش جات هشيشة، جات الطرية ومعروفة حلوة الزيت، يعني بنينة بنت الزمان كامل يحبوها يعني، وكامل يفضلوا يخدموها لأنه تحسيها باللي تاع يعني تقدري تخدميها للقهوة العصر ولا تخدميها. المهم إن شاء الله تعجبكم وصفتي لنا اليوم. ما تنسونيش كما قلت لكم بالجيم والاشتراك في القناة، بارطاجيو لي الفيديو مع الأحباب والأصدقاء. نقول لكم بقاو على خير، سلام.